إذا لحد الآن مكش عارفة تختاري نفسك فهاد الفيديو ليك. أعزائي المشاهدين، نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة مليحة. أي وحدة دخلت لهذا الفيديو معناها أنه هي هذه الإنسانة حابة تختار نفسها بصح مش عارفة الطريقة. إذا حابين تستفيدوا من هذا الفيديو متنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة. أنا كشخص لاحظت بلي كانت عندي مشكلة أني مش عارفة نختار نفسي، وين كنت دايما أني نختار الناس على حساب نفسي، دايما اني نتاخد قرارات عائلتي ونطبقها في حياتي، دايما اني نخلي الناس انه يتعاملوا معايا بالطريقه اللي يحبوها فقط لاني انا نحبهم ومش حابه نخسرهم. نقصت بزاف من نفسي ومن ستاندار تاعي لدرجه مرات اني نسيت اصلا انا واش حابه في الوجود هذا، وعلاش انا خلقت للدنيا هذه، وش ما اهدافي وش ما طموحاتي في الحياه. لقيت كلمتي، لقيت سمعتي، ولقيت صورتي فقط باش نرضي الناس. علاه؟ لاني انا نحب هادو الناس، ولا ممكن مرات اني مانيش حابه نقعد وحدي. انا لقيت نفسي وما اخترتش نفسي. بعدها انا لاحظت هذا المشكل، ودايما نقول لكم انه الحل الاول اي بروبلم عندنا هو التقبل. لازم انك تتقبلي انه عندك بروبلم، لازم تتقبلي بلي تعاني مشكل في هذيك البوينتس. وانا دايما نقولها لكم، نقول لكم تقبلوا كي يكون عندكم بروبلم، تقبلوا انه يكون عندكم بروبلم. صارحي نفسك وقولي اني عندي بروبلم هذه النقطه باش تقدري انك تحلي هذا المشكل. انا تقبلت فكره انه عندي هذا البروبلم، وحبيت اني نخدم عليها، حبيت نعرف وش من الاسباب ممكن اللي يخليوني هيك. لاحظت باللي انا من نوعيه الانسانه نتعلق بالاشخاص، نتعلق بهم، نحبهم. علاش؟ لاني انا ندخل مجموعه قليله من الناس في حياتي. اذا كانت عندي صديقه، هاد الانسان لازم تكون واحد، تكون هي برك. وحتى اذا كانوا كيحبون يكونوا معايا، يكونوا يحبوا يديروا صداقات اشخاص تانيين، ما كنتش اني نسمح لهذا الشيء، كنت نوزع طاقتي فقط على شخص واحد. اذا كان انسان ممكن كان عاجبني، فكنت نوزع طاقتي فقط على هذاك الشخص، وما اسمح لحتى الانسان تاني انه يحكي معايا. هذا هو اول مشكل عندي. لاحظت بلي مشكلتي الاولى هي المشكل تاع التعلق. ودائما نقول لكم انه حبوا بدون تعلق. حبي عائلتك بصح ما تعلقش بهم، حبي اصدقائك بصح ما تعلقش بهم، حبي شريك حياتك بصح ما تعلقش به. دائما انه حطي في راسك فكرة انه هذا الانسان ممكن قد يكون ما كانش. هذا الانسان اللي يحبك ودائما معاك في يوم من الايام يقدر يدور عليك. العشرة هي كلمة تافهة ممكن بالنسبة لي، لأنه العشرة تهون صراحة. العشرة تهون. ياما أصدقاء كانوا مع بعضهم 10 سنوات ومع الآخر خلوا بعضهم. ياما ناس تزوجوا وعاشوا مع بعضهم 10 و20 و30 سنة وفي الآخر إنهم بطلقوا. ياما أخوات هدروا على بعضهم. فأما تقوليش موضوع العشرة تهون. اما بالنسبه كاين الناس يقولوا لي بلي هذا الانسان لا مثيل له، هذا الانسان بيرفكت، هذه صاحبتي بيرفكت، هذا الانسان اذا ما لقيتش كيفه مستحيل نتزوج لانه ما كانش انسان كيفه. ما هي ربي خلق الوفره في الوجود، ودائما نحكي فيها. خرجي من قوقعه انه كاين هذا الانسان في كرة ارضيه، كاين الاف الناس اللي خير منه، كاين ملايين الناس اللي كيفه. هادي باش منقولش ملايير الناس. ممكن هذا الانسان ما فيه ولو كان ستاندر واحد، يعني اللي يخليك انك تقبلي انك تكوني معاه. ممكن هو انسان تافه، ممكن هذا الانسان يكون انسان بسيط جدا وانتيا يعني انه فقط هذا الانسان تحبيه، فقط قاعده تلم معي في صورته. والحب هو شيء نسبي، اي انسان تعاشريه ممكن تحبيه. فتعلموا حاجه، انه هادو الناس اللي يكونوا مقابلينكم ما تضخموهمش. عادي يروح ويخليك، عادي يشوف حياته، عادي يكون ما كانش في حياتي قدوة، نورمالي هو انسان عادي جدا. اذا شفتوا في يوم من الايام قاعد يلمع في هذا الانسان، انا اللي لمعته بعيني. بهذه الطريقه قدرت نحل المشكل تاعي الاول، لانه المشكل التعلق هذا لازم انه نحلوه. دوزيام شوز باش نقدروا نخرجوا من هذا المشكل هي اني وزعت طاقتي على الناس. في بلاصه ما تكون عندي صديقه واحده وليت نحب اني نتعرف على الناس، باش نقول لك ندير اصدقاء. يكفي اني ندير علاقات سطحيه ونقعد في اماكن جماعيه ونقعد نحكي مع الاشخاص ونتعرف عليهم. هذه طريقه بزاف عاونتني. الانسان لازم يتعلم انه يفتح مهارته الاجتماعيه، يفتح الحوار
ويفتح عندك علاقات اجتماعية. الانسان في الدنيا هذه اللي قد ما تعرف على الناس ولا قد ما خطا وحكى مع الناس، على قد ما فرصته في النجاح راح تزيد كتر. والوقت اللي كنت انا مدرته كامل نخمم على هاد الناس ونخمم على ارائهم فيا وعلى قالوا هكا وتصرفاتهم، هذا الشيء ما عادش يعنيني بزاف. وليت اني نحاول اني نشغل نفسي، لازم اني نشغل نفسي باهدافي وطموحاتي، نشغل نفسي بالحاجه اللي انا حابتها ومختارتها في حياتي. دير بروجكت، حتى اذا خسرت في البروجكت هذا مليون مره وما نجحتش فيه نعاود المره خلاف. نشغل نفسي باي شيء، مش شرط اني ندير بروجكت ولا اني ندير اي حاجه. ممكن اني مرات اني نخرج ونمشي ونروح لبلاصه اني نحبها انا بلا ما ندير اي انسان تاني في هذه الحاجه. بهذه الطريقه اني حبيت نفسي، اني نختار الماكله اللي نحبها وناكلها ومقتنعه بها، نلبس اللبسه اللي انا حابتها، نعتني بجمالي وبشرتي ونعتني بجسمي. هذا الشيء بحد ذاته راح يكون حب ذات. نحب ذاتي ونتقبل ذاتي، هذا الشيء جزء كبير منه في اني نختار نفسي على الناس، لانه الانسان اللي يحب نفسه دائما يختار نفسه. مع انه انا شخص من يوم خلقت وانا انسان نحب نفسي بزاف، مهما صراني ومهما ما اختارونيش الناس كنت دائما نحب نفسي، ولا مره كرهت نفسي ولا مره شكيت في نفسي. بعد قلت لكم المشكل كان هو اني نخلي الناس قبلي، أنا ما كنتش حاطه نفسي اولويه. في الدنيا هذه لازم دايما تحطي نفسك انتية رقم واحد، number one. you are عندك البرنسس تاع الستوري تاعك، انتية عندك الاميرة وانتي البطلة تاع القصة تاعك. في اي مسلسل دايما تلقاي بطلة، والبطلة هذه مرات تكون حياتها حياة، ممكن إنسانة تكون غنية، إنسانة تكون فقيرة، إنسانة تكون جدية، إنسانة تكون نشيطة. المهم أنه عندك الشخصيات البطلة تختلف، وانتي بطلة في قصتك. كل بنت طفلة في الحياة هذه هي البطلة القصة تاعها، فاكتبي قصتك كما تحبيها. أنا كل ما نخمم بالطريقة هذه نحس بالباور، نحس بالقوة في وجودي، اني انا مسؤولة على حياتي، قصتي انا اللي نكتبها لاني انا هي البطلة. فاختاري نفسك، وعمرك ما تخلي الناس قبلك، عمرك ما تخلي الناس قبلك. ديما اسمعي لنفسك الاولى والاخيرة. شاوري الناس اوكي، لانه في السنة كاينه الشورى وامرهم الشورى بينهم، بس حكينا حاجة بزاف مهمة، هي انه تخلي رايك هو الاول هو الاخير. قبل ما تروحي تسقسي الناس تسقسي نفسك، وراو تسقسيهم اللي تسقسي نفسك وديري الحاجه اللي انت مقتنعه بها. حتى واذا فشلتي واذا غلطتي في اختيارك حتكوني فرحانه لانه اختيارك. حتى اذا دفعتي الثمن تاع غلطتك حتكوني فرحانه لان كان اختيارك، حتكوني متحمله المسؤوليه بس كنتي اللي اخترتي هذا الشيء.